السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم سمنات معمرين في الفرن بحشوة مختلفة متميزة ولذيذة بزاف، عجينة ناجحة 100% بدون مجهود وبطريقة جد مختصرة. ما غتبقيش تورقي في الكوزينة، تبقاي واقفة في الكوزينة تورقي كل مسمنة بوحدها، تحضريهم بسرعة جدا. والأهم أن الوصفة اقتصادية بدون زبدة، كتحصلي على مسمنات مقرمشين مورقين ما تشبعوش منهم. فبسم الله نبداو على بركة الله. في إناء غنوضع 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الأبيض أو ما يعادل 300 غرام. دائما الدقيق اللي غتستعملوه من الأحسن يكون دقيق خاص بالحلويات، يكون نوعية جيدة. غنضيف معاه نصف كاس من دقيق الفينو أو السميد ناعم جدا. من بعد غنضيف عليهم ملعقة صغيرة من الملح و4 غرام من خميرة الحلويات أو نصف كيس، وكذلك غنضيف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو العادي. وغنجمع العجينة ديالي بالماء اللي كيكون دافي. في الأول كنضيف كاس ديال العنبة ديال الماء أو ما يعادل 150 مليلتر. من بعد كنبدا نجمع العجين ديالي، وانا حاطه يدي حدايا واحد الكاس اخر ديال الماء. في الاخير غنقول لكم شحال خدات ليا بالضبط. المهم ما ترخفوش العجين اكثر من القياس لاننا غنخليوها ترتاح كما شفتوا معايا. المهم الكاس الثاني راه ضفت الربع ديالو فقط، يعني استعملت كاس وربع فقط ديال الماء. غنكتفي بهذا القدر هذا. غنجمع العجينه ديالي مزيان. المهم خليوها شاده في راسها، عجينه متماسكه. مباشرة غنزلها فوق سطح العمل، غندي ونجيب فيها واحد شوية غير باش ينسجموا المكونات مع بعض، ما يبقاش الدقيق مكتل لينا. اما ما غاديش نديروا عليها مجهود، يعني فقط غنجمعوا العجين ومن بعد غندهنها بالقليل من الزيت وغنوضعها في بلاستيك وغنخليها ترتاح مدة ديال ساعة او لا اكثر. مهم تقدروا ديروها حتى بالليل وفي الصباح غتلقاوها واجده، قد ما بقات قد ما كتعطي نتيجه زوينه. بالنسبه للحشوه غنحتاج واحد المقلاة درت فيها واحد البصله كبيره قطعتها مكعبات صغيره، ضفت عليها القليل من زيت الزيتون غنخليها تشحر. من بعد غنضيف عليها علبه ديال الشامبينيون او الفطر المعلب اللي قطعته قطع جد صغيره. الا ما كانش متوفر عندكم ممكن الاستغناء عليه، ولكن من الافضل او من الاحسن ديروا هذه الحشوه بهذه الطريقه، هذه غتعجبكم بزاف. من بعد ما كيتشحروا ليا الفطر والبصل غنضيف واحد الحبه كبيره من الجزر اللي بشرتها هكا في المبشره الغليظه. غنخليها تشحر مع المكونات حتى كيدخل معها الطياب وكتدبال واحد شويه. من بعد غنضيف واحد الكميه ديال الكفته اولا اللحم المفروم. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم قد ما بغيتو ديروه، ولا بغيتو تعوضوها بصدر الدجاج لكم الاختيار. غنحاول نفرتها مزيان. من بعد هنايا غنضيف التوابل. دائما التوابل كنخليهم حتى للاخير باش ما يتحرقوش لينا. كنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، ملعقه صغيره من التحميره، القليل من الكركم او الخرقوم بلدي، القليل من الابزار، القليل من السكنجبير، والقليل من القزبر يابس. التوابل ممكن تضيفوا اي توابل متوفره عندكم، الا بغيتوا تضيفوا شي توابل اخرى لكم الاختيار. كنحاول نشحر المكونات جيدا حتى كينسجموا مع ديك التوابل وكتشحر لينا ديك الكفته والطيب. وكذلك غنضيف واحد الكميه ديال القزبر المعدنوس، الا كانوا عندكم طريين غيكونوا افضل، ولا بغيتو تنسموا الحشوه ديالكم باوراق الزعتر المجفف لكم الاختيار. كذلك في الاخير هنايا ضفت واحد الكميه ديال 100 غرام ديال الشعريه ديال الارز او الشعريه الصينيه اللي رطبتها في ماء غليان مده 5 دقائق او 7 دقائق. صفيتها وقطعتها مزيان وضفتها على الحشوه، كنحركها باش كتنسجم معها مزيان. وفي الاخير غنضيف واحد العلبه من الياغورت الطبيعي بدون سكر وبدون نكهه.
اللي كتعطينا واحد المذاق جد متميز لهاد الحشوه هذه. كنحركها مزيان مزيان حتى كينسجم مع المكونات. وفي هذا الاثناء غنطفي على الحشوه ديالي ونخليها تبرد جيدا. هنايا رجعت للعجين ديالي من بعد ما خليته ساعه ونصف تقريبا. كترجع لنا واحد العجينه مدلوكه غير راسها، ما تحتاج مجهود، وقد ما عندكم الوقت قد ما خليتوها وقت طويل قد ما كتعطيكم نتيجه زوينه بزاف. كنقسم العجينه ديالي 3 ديال الكويرات، كنقادوهم مزيان باش يكونوا نفس الحجم. كما شفتوا معايا العجينه مطاطيه، عجينه اللي جد رائعه. من بعد ما كنقاد الكويرات ديالي غندهنهم بالقليل من الزيت، وغنوضعهم في واحد الاناء اللي كذلك ضروري يكون حتى هو مدهون بالزيت. غنغطيهم ببلاستيك ونخليهم يرتاحوا مده 15 دقيقه باش يسهلوا علينا ملي نبغيو نورقوهم. غندوزو نحضروا واحد الخلطه العجيبه اللي كتعطينا توراق جد رائع وكتغنينا على الزبده نهائيا. في واحد الاناء غنديروا كاس ديال الزيت، من الاحسن نتوما ديروا غير كاس الا ربع، لان هاد الخلطه راه شاطت ليا. يعني ديروا غير كاس الا ربع من الزيت مع 4 ملاعق كبيره من نشا اولا الميزينه. انا كما شفتوا هذه هي الكميه اللي كانت تبقات عندي، راه ضفتها كامله. كنخلطوا الخليط جيدا، ما كيبقاوش فيه تكتلات ديال النشا، كيكون عندنا واحد الخليط اللي كيكون ليس بحال هكا. الان غنبدا في التوريق. كناخذ الكويره الاولى عندي في واحد الاناء القليل من الزيت، كنحاول ندهنها بالقليل من الزيت وندهن سطح العمل كذلك بالقليل من الزيت فقط، ما نكتروش الزيت نهائيا. وكنبداو نورقوا في العجينه ديالنا وحنا كنجروا فيها، هي راه كتمشي معنا بكل سهوله، ما كتقطع العجين ما حتى حاجه، غير بقاو تجروا فيها وتورقوا فيها حتى كتحصلوا على واحد المربع اللي كيكون شفاف جدا. ضروري تورقوا العجين ديالكم حتى تكون رقيقه وشفافه. من بعد كنديروا واحد الكميه ديال ديك الخلطه على العجينه ديالنا، كنحاولوا نقيسوها بها كامله وما تكتروش عاوتاني، يعني تقريبا واحد 2 ملاعق من داك الخليط. ومن بعد كنطوي على الشكل المعتاد، دائما كنديروه على الطريقه ديال المسمن. كنطويو الطرف الاول، كنطويو عليه الطرف الثاني، من بعد كنطويو هكذا باش نتحصلوا على مربع. وبنفس الطريقه غنخدم الكويرات الثانيين اللي بقاو عندي. ودائما كنغطيو العجينه ديالنا باش ما تنشفش معنا، دائما كنغطيوها ببلاستيك. من بعد ما كنساليهم كنخليهم يرتاحوا مده ديال 5 دقائق فقط. من بعد كنجيب المسمنه الاولى اللي بديت بها، كنعاود نورقها على شكل مربع. ما كنديرش الزيت في هذه المرحله نهائيا، يعني كنكتفي فقط بديك الزيت ديال التوريق اللي ورقتها بها. في هذه المرحله لكم الاختيار، بغيتوا تورقوها بهذا الشكل اللي ورقت بها، بغيتوا تورقوها بالنشا والمدلك، لكم الاختيار، ترشوا عليها شويه النشا وترشوا على سطح العمل وتورقوا العجينه ديالكم بالمدلك. كما شفتوا معايا من بعد ما ورقت المربع ديالي ولا المسمنه ديالي على شكل مربع، قطعتها على 9 ديال القطع، لاني بغيت ندير مسمنات في الحجم الصغير. بغيتو ديروهم كبار ممكن تقطعوا غير على 6، او لا بغيتوهم كبار ممكن تقطعوا على 4. المهم بنفس الطريقه. كنجيب الحشوه اللي كتكون بردات بطبيعه الحال، كندير واحد الكميه ديال الحشوه وسط كل مربع. وبالنسبه للحشوه اخواتي، الا كان عندكم الجبن الاحمر مبشور خلطوه مع هاد الحشوه، راه كيجي فيها زوين بزاف. انا راني نسيته، حطيته حدايا باش نضيفه معها ملي تبرد، ولكن راه نسيته. راكم عارفين مع الصيام راه التركيز شويه قليل. المهم الله يثبتنا على الشهاده. كما قلت لكم من الاحسن نضيفوا معاه الجبن الاحمر. من بعد كنبدا نطوي المسمنات ديالي على شكل ظرف، الطريقه المعتاده. كما شفتوا معايا قبل ما نطويهم كنحاول نوسع شويه دوك الاطراف، يعني نضغط عليهم، وملي كنبغي نهزهم يعني كنوسعهم باش كيغطيو ليا الحشوه كامله. كنحاول نسد مزيان على الحشوه باش ما كتخرجش ليا. ومن بعد كنوضعهم في اللاطه ديال الفرن اللي مفرشه بورق الزبده اولا بالزيت،
وفي هذه المرحله راني سخنت على الفرن، لان لازم يكون فرن سخون مزيان من قبل، لان اخواتي طريقه ديال الطياب هاد المورقات راه جد مهم باش يجيوكم مورقين. كندهنهم ببيضه مع قطره من صلصه الصوجه، كندهنهم جيدا، ومن بعد غنزينهم بالقليل من الزنجلان او السمسم، وغنحاول نسد لهم داك الوسط بواحد القطعه ديال الزيتون الاخضر، ممكن ديروا حتى الزيتون الاسود، لكم الاختيار. ومن بعد كما قلت لكم غندخلهم للفرن اللي كيكون سخون مزيان من قبل، شعل فقط من الاسفل. ملي كندخلهم الفران ما كنقص عليهم النار، يعني كنخلي النار عاليه جدا حتى كيتشمعوا ويتنفخوا مده ديال 10 دقائق فقط، على حسب كل فرن. المهم حتى كيتشمعوا عاد كتنقصوا عليهم. ملي كيتشمعوا لينا وكيتنفخوا كنقصوا عليهم النار مهيله جدا، قد ما بقاو في الفرن على نار مهيله قد ما كيجيو مقرمشين ومورقين. ما تزربوش عليهم، لان الا درتوهم على نار متوسطه كيطيبوا ولكن كيجيو رطبين ما كيجيوش مقرمشين. كنتمنى اخواتي تتبعوا النصائح وتتبعوا جميع المراحل، راه غتحصلوا ان شاء الله على نفس النتيجه. وكنتمنى اذا عجبكم الفيديو كيف العاده توصلوه لاكبر عدد من اللايكات، خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.